السلام عليكم. يا مساء الفل. حابة كده النهاردة أشارك معاكم كده القراقيش التحفة. القمر دي يا جماعة حاجة كده عسل، حاجة كده أقسم بالله خطيرة، مع كوباية شاي كده، أو كوباية شاي بلبن، أو كوباية لبن كده. تنفع في الفطار، تنفع في العشاء، تنفع كده بين الوجبات كده، سناكس كده. حاجة كده قمر، حاجة كده عسل كده. شايفين؟ هشة وجميلة وقمر كده. كل سنة وانتم طيبين الأول كده بمناسبة طبعا شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب. يلا كده نسمي الله ونصلي على الحبيب كده ونشوف عملنا القرقيش التحفه دي ازاي. معايا كده كوبايه دافيه، كوبايه لبن كده دافيه. طبعا ومعايا كيس من الخميره الفوريه او معلقه من الخميره زي ما تحبوا. وعليهم كده 5 معالق من السكر. بنحطهم كده يعني بنقلبهم كده على بعض كده. اللبن يا جماعه يكون دافي، ما يكونش سخن قوي ولا يكون ساقع، تمام. وبنقلب كل ده كده مع بعضه، وهنسيبه بقى كده يشتغل مع بعضه كده. يعني قلبناها كويس كده ونسيبها كده تشتغل مع بعضها كده على ما نشوف بقى ايه المكونات الجافه. معانا المكونات الجافه بقى طبعا الدقيق، طبعا نخلينه كويس. دول كيلو ونص من الدقيق، عليهم بقى كده رشه من الملح، رشه بسيطه كده، وكمان معلقه كده من البيكنج باودر، معلقه كده من البيكنج باودر كده. نقلب كده كل ده مع بعضه كده. اذكروا الله كده يا بنات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واكثروا كده من ذكر الله في الايام دي كده. ربنا يا رب يصلح احوالنا جميعا يا رب. هنا بقى معانا كمان السمسم. لو ما عندكيش سمسم عادي يعني مش هيقول لا. بصوا السمسم انا اديته تحميصه بسيطه، انا ما حمرتهوش يا جماعه، انا اديته بس تحميصه كده، طلعت بس عشان تطلع كده الريحه بتاعت السمسم كده، القمر كده. وتدي كمان طعم حلو كده، طعم السمسم يبان كده في الايه، في القراقيش كده. ونقلب بقى كده، حطينا السمسم كده وقلبناه كويس كده. زي ما قلت لكم انا محمرتهوش، انا بس اديته تحميصه كده. هنا بقى معانا ايه؟ كيلو ونص الدقيق يا بنات بياخد، هو الكيلو الدقيق بياخد كوبايتين من السمنه، او ممكن تخليهم كوبايه زيت وكوبايه سمنه، هم عامه كوبايتين، ممكن تخليهم كوبايتين سمنه، ممكن كوبايه زيت وكوبايه سمنه. براحتك يعني، براحتك. بس هو الكيلو دقيق بياخد ايه؟ كوبايتين. انا معايا دول كيلو ونص، فحطيت لهم 3 كوبايات. بصوا انا حطيت كوبايتين سمنه، والكوبايه الاخيره كانت كوبايه الا ربع، والربع ده ايه؟ زيت. حطيته زيت ليه؟ لان الزيت يا جماعه بيخلي كده القرقوشه تاخد لون حلو. وكمان بينشف، يعني بيخلي القرقوشه كده ناشفه كده وجميله كده معاكي كده، متكونش طريه كده، تمام. فزي ما قلت لكم يعني الزيت ده اختياري. والله بقى يا جماعه لو عندكم سمنه بلدي بقى بتكون في الحاجات دي بقى، والقرقش والقرص والحاجات دي والكحك والحاجات دي، حاجه كده قمر قمر. طبعا كل سنه وانتم طيبين. طبعا يعني احنا خلاص رمضان اهو على الابواب، فطبعا احنا بنعمل الحاجات دي في رمضان، يعني كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. طبعا بعد ما بسينا كده السمنه مع الدقيق، بننزل بقى بالخميره، بتكون اشتغلت كده زي ما انتم شفتوها. وطبعا بنحط بقى ايه؟ تعجني كده. وطبعا طول ما انت لاقيه العجينه عايزه يعني معاكي كده لسه مش طريه وعايزه كده يعني سوائل، اديها سوائل عادي. وكل الدقيق مش زي بعضه، ففي دقيق بيقبل سوائل وفي دقيق ما بيقبلش. انا الامانه هي الكيلو ونص خدوا معايا كيلو لبن، كيلو لبن بالظبط حطيته لحد ما بقت طريه كده. وجيت يعني اشكلها كده لقيتها مش بتتفتح معايا ولا اي حاجه، وبتتشكل بكل سهوله كده. فزي ما قلت لكم الدقيق مش بيبقى زي بعضه. طبعا بقى بتشكلها بقى بالشكل اللي تحبي. طبعا لو عندك العجله دي تمام، مش عندك يبقى بالسكينه زي الفل. انا ما يعني مش بطخنها قوي، انا مش بخلي القشه تخينه قوي. ودي برضو انت وراحتك، لو حبها تخينه قوي كده ماشي براحتك، بس انا والله ما بحبهاش تخينه. فانا ايه زي ما انتم شايفين كده السمك، انا كنت والله موريكم السمك يعني مقربه لكم، بس مش عارفه المقطع ده راح فين. هنا بقى ايه؟ بعد ما خلصت بقى كده طبعا بتسيبيها تخمر حوالي يعني في الجو ده عدد ساعة الا ربع كده. وطبعا سبتها بعد ما عجنتها برضو ريحت شوية حوالي نص ساعة كده. فهي بتخمر مرتين، القرقيش يا جماعة بتخمر مرتين.
وهنا بقى في التسوية بتحطيها كده في الفرن من تحت على نار هادية خالص خالص لحد ما تلاقيها خدت لون كده من تحت. بترفعيها بقى تحت الشواية، ده لو في فرن البوتاجاز. فلو في فرن من اللي هو العادي ده، فرن البلدي، بتحطيها بقى ايه، بتهدي خالص النار من فوق ومن تحت، بتهديهم خالص خالص. يا اما ما تولعيش اصلا من فوق الا لما تلاقيها خدت برضو ايه لون من تحت كده. تمام، لحد ما تاخد اللون القمر التحفة ده. تاخد اللون كده من فوق ومن تحت، وتطلعيها بقى كده حاجة. بصوا حاجة كده تحفة، حاجة كده قمر، حاجة كده. بس يعني مش عايزة غير لايك بس. ما تنسونيش بقى في لايك كده حلو بالله عليكم كده من ايديكم. بصوا عملت الكيلو ونص، عملوا لي كمية بسم الله ما شاء الله جميلة وكمية حلوة. طبعا احتفظت بها كده في علب تلاجة، في اي حاجة بقى عندك، جردل عندك، علب تلاجة، اي حاجة. بس طبعا الحاجات دي بتنفع جدا جدا يا جماعه في الجو اللي احنا فيه ده، والله العظيم. مع كوبايه شاي زي ما قلت لكم كده، حاجه قمر، حاجه تحفه كده. وطعمها خطير، وريحتها كانت جميله يا جماعه، ريحتها تحفه قمر. شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم بقى؟ حاجه كده والله ما عايزه غير لايك يا جماعه، وتقوموا كده تستعينوا بالله كده وتجربوها كده. شوفوا والله العظيم يعني خطيرة خطيرة. وزي ما قلت لكم، لو عندكم سمنة بلدي، السمنة البلدي بتفرق جدا جدا في الحاجات دي. ما تنسونيش بقى كده في دعوة حلوة من قلبكم، وما تنسونيش في لايك. بحبكم في الله، مع السلامة.